سؤال في تربية المراهقين من أم لبنت عندها 12 سنة. بتقول هي بنتي الوحيدة عندها الدراسة آخر حاجة تفكر فيها، ما بتحبش الروتين، ما بتحبش حد يطلب منها حاجة، يعني عندها المذاكرة دي كأن حد بيموتها، وما عندهاش مشكلة إنها تجيب درجات وحشة أو حتى ما تنجحش، مش مشكلة خالص بالنسبة لها. أعمل إيه؟ أحيانا كتيرة الولد أو البنت لما بيكونوا هما الوحيدين ما عندهمش إخوات بيبقوا متعودين طول عمرهم إن كلمتهم مسموعة والدلع كله بيروح ليهم وما عليهمش أي مسؤوليات، واخدين كل الدلع وكل الرفاهية وأي صلاحيات هم عايزينها بياخدوها، ما هم اللي على الحجر بقى. فلما بيتعودوا على النوع ده من التربية من وهم أطفال بيبقى صعب جدا إن هم يغيروا الحياة دي لما يبقوا مراهقين. طبيعة مرحلة المراهقة يا جماعة إن هي فيها التمرد وفيها العصبية وفيها العند وفيها الرد، فلما أبقى كمان متدلعة من وأنا صغيرة اضربي الموضوع ده في 10 ولا يمكن في 1000. فكل اللي حضرتك بتقوليه ده بيدل إن غالبا أسلوب تربيتها من وهي صغيرة كان بيميل عليه الدلع، وده طبيعي ومفهوم إنكم عملتوا كده لأن هي بنتكم الوحيدة، بس ده لازم يتغير، وطبعا لازم تبقي عارفة إن هيحصل مقاومة منها. فلما تبقى واحدة عايشة طول حياتها متدلعة طبيعي جدا هتقولك مش عايزة أذاكر ومش عايزة التزم بأي حاجة، وأي واجبات هتديها لها مش هتقوم بيها، فده الطبيعي. فلازم تستحملي شوية، أولا تقوي علاقتك بيها وتخليها علاقة إيجابية وسوية. وأنا هحط لحضرتك في الكومنتس أكتر من فيديو أنا عاملاه عن إزاي نصاحب ولادنا وإزاي نقوي علاقتنا بيهم وإزاي نتعامل معاهم في المرحلة دي. تاني حاجة اتفقي معاها على حدود. أحيانا كتير إحنا بنفتكر إن ولادنا المراهقين عايزين الدنيا سداح مداح ويعملوا اللي هم عايزينه وقت ما هم يحبوا، لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة إنهم بيبقوا محتاجين حدود، محتاجين قوانين، محتاجين قواعد. مش مرة أسيبها لما تتدلع في المذاكرة ومرة تانية أقلب الدنيا عشان ما بتذاكرش، مش ساعات أسيب لها الموبايل بالساعات وساعات تانية لما تقعد عليه 5 دقايق أقول لها أنت ما فيش فيكي فايدة وأقعد أزعق لها، ولا يمكن أضربها وأمسك الموبايل وأحرمها منه أسبوعين 3. لازم يكون في قواعد أنا أطبقها وهي تحترمها، ولما هي تحترمها وتلتزم بيها يبقى في تعزيز إيجابي. أديلها مكافأة، أخرجها، أديلها مكافأة مالية، أجيب لها هدية. لازم تحس بمكافأة، لازم تحس إني لما بتصرف كويس ده ليه رد فعل عندك. ولما ما تلتزمش لازم تتحرم من حاجة من الرفاهيات اللي عندها. وفي نقطة خطيرة هنا أمهات كتير بتقع فيها واللي بيقولي عليها الولاد والبنات المراهقين لما بتكلم معاهم، كتير منهم بيقولولي أنا أصلا ماما شايفاني وحش على طول، أنا لما بعمل حاجة وحشة السما بتطربق على الأرض، لكن لما بعمل حاجة حلوة يا إما ما بتاخدش بالها يا إما بتقولي عادي، يعني ما ده دورك، ما ده اللي انت المفروض تعمليه، أكافئك على إيه ولا حتى أشكرك على إيه. الأسلوب ده في التواصل يا جماعة بيوصل الولاد لحالة من اللامبالاة. هعمل ليه حاجة حلوة إذا كانت مش فارقة خلاص؟ لأني لو عملت 9 حاجات حلوة وحاجة واحدة وحشة مش هتعمل لي أي حاجة في ال9 حاجات دول وهتعاقبني برضو على الحاجة ال10، فمش فارقة بقى، ما هي بايظة بايظة. فلو سمحتي ما توصليش بنتك للمرحلة دي. الخلاصة قوي علاقتك بيها وخلي أساس العلاقة إيجابية وسوية عشان تعرف تسمع كلامك. وثانيا اتفقي معاها على قوانين وقواعد، واتفقي كمان على المكافأة مع الالتزام بالقواعد دي وعلى العواقب اللي هي هتدفعها لو ما التزمتش. وخليكي قد كلمتك عشان تثق فيكي وعشان تبقى متأكدة ان الكلمة اللي بتطلع من بقك بتتنفذ مش بتتكلمي وخلاص. ثالث حاجة، معلش استحملي شوية مقاومة طالما ما خرجتش بره إطار الاحترام، وهي واحدة واحدة مع التدريب ومع المتابعة ومع التكرار ومع الصبر. لما تلاقيكي واثقة من نفسك، مش مرتعشة خايفة على مصلحتها، عندك مرونة في التعامل، علاقتك بيها حلوة، بتنفذي الكلام وبتديلها مكافآت لما بتلتزم وبتخليها تدفع عواقب أفعالها لما ما تلتزمش، كل الحاجات دي هتخلي سلوكها يتحسن كتير بإذن الله. وربنا يهديها ويهدي كل ولادنا يا رب. سلام عليكم.